السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شيوة تسنيم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حوطة في الفرن. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي ناخذ واحد البول، غادي نضيف فيه الملح وسكينجبير، معلقة الخرقوم، معلقة البابريكا او التحميرة، معلقة ديال الكمون، ومعلقة ديال العطرية ديال الحوت. غادي نضيفو 2 الفصوص ديال الثوم، وغادي نضيفو القزبر والمعدنوس، وغادي نزيدو عليهم قطرات من الحامض، و2 الملاعق ديال الزيت النباتيه. غادي ندمجو المكونات. غادي ناخدو الحوطه وغادي نفتحوها بهذه الطريقه باش ندخلوا لها دوك التوابل. كيف كتشوفوا غادي ندخل التوابل في الجوانب. غادي نحاولوا نشرملوها كامله بهذه الطريقه. كنقلبها ونعاود نعمر الجوانب الاخرين. كنخليوها تشرب دوك التوابل. كناخذوا واحد المول ديال الزاج او اي طاوه ديال الفرن، كندهنوها بالزيت المائده، وغنفرشوا فيها البطاطا. كان لكم تفرشوا خيزو. غادي نضيف الحوته، غادي نضيفوا حبه ديال الطماطم، كاين لكم تضيفوا حتى الفلفل، ونضيفوا الزيتون، غادي نضيفوا واحد الفلفله حاره اختياريه، ودوك التوابل اللي بقاو لينا غادي نضيفوا عليهم شويه ديال الماء ونسقيو بهم ديك الحوته. نضيفوا واحد الطرف ديال الحامض وغادي نغطيوه ببابي الومنيوم. وغادي ندخلوها الفران، نشعلوا العامل من تحت حتى طيب، عاد نشعلوا العامل الفوق باش تشرب داك المرق اللي بقى فيها. من بعد كتكون جاهزه للتقديم. هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما طابت، كتجي بهذا الشكل. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبالصحه والراحه.